احنا تحركنا الى عند جلال الربيعي، شلينا السلطان يافع الخمسه المكاتب، محمد غالب العفيفي، شلينا رشيد العمودي، شلينا عفيف شيخ المكتب السعدي، شلينا معانا من اهل الطلب ومن الباغري ومن كل القبائل، وهبينا من 3 سيارات لعند جلال الربيعي بعد سجن اخوي ب 25 يوم تقريبا. وصلنا له للبيت لا عنده لا حده، وهبينا وقلنا له يا ابن الحلال رحنا جيناك ونحن نبغى فراج عن اخونا او تحددنا ايش المشكله اللي عندك. لا صاحبنا غلط لا صاحبنا غلط، انا اخوك وانا مستعد اني باوفي لكم بادوار بطريق القبيله او بطريق القانون، نزلوه وحاكموه وانا معكم. بحيث انه شاب العيدروس وقال لا هذا الشخص يبغى له قرص اذن، يجب انكم تفهمون كلكم. اخوي قال يبغى له قرص اذن قدام السلاطين والشيوخ يافع. هذا كلام من لسان جلال الربيعي تمام، وانه لازم من تأديبه. ايش يأدبه؟ ايش اللي عنده؟ يغرسه وديه. معروف الكلام. ما اسمع خلينا. ثاني حاجه احنا جلسنا هبينا له هناك لعند السجن وكان ما بيخلونا ندخل، ممنوع علينا الزياره. ولما بعد ما طلعنا ورقه من عند السلطان العفيفي والى هبينا نوقعها بالنيابه وما سمحوا لنا يوم واحد في الزياره حقه، وبعدين تروح اليوم الثاني تشيل له اكل ولا تشيل له شيء ما خلونا ندخل، يقول لك عاد هبيك الخميس الاول. جلسنا في وقت الزياره انا يمكن رحت اكثر من 6 أو 7 مرات، خلوني مره واحده ادخل. لا عندك. انا والشيخ زيد بن علي السلامي كان معنا ذاك اليوم، وصلنا له هناك ويقول اخوي هذا من بعد ما رحنا عند جلال قال هذا جاء لا دخلنا داخل المكتب ولطمه كف لانه فقع اذنه. لطم اخوي واحنا كنا ما نبغى نتكلم فيه الكلام هذا، بس هذه جريمه ثانيه. وهو قايد حراسه حقه اعطاه كفين كمان. تمام وتعذيب كل ما سأل حاجه ولا سأل شيء انه يبغى اي حاجه حتى لو دخان بالرغم فلوسه ولا حقه دخلوه بقاضه. عذبوه في غيبوبه داخل المستشفى. وعذبوه داخل المستشفى وهو في حاله غيبوبه اخر اللحظات. هم متعمدين قتلوه عمدا، وسرحوه لمده 3 أيام او اسبوع، قلنا 15 يوم من قبل لا يجينا الخبر. تمام رحنا لم حد شافه، ما خلونا نشوفه، ينشل له اكله وشربه وقاته جاب المعسكر وبيشلونه وبياكلونه والرجال قتلوه في غيبوبه. هذا ينفعكم يا يافع؟ هذا كلام هذا ترضعون به؟ هذا دم. انا بالدم، انا ادينا الجماعه فرصه وما وجه. تمام؟ لا اما رحنا قررنا قلنا يافع من جراجمه وقلب ويافع عامه، وقضيتي قضيه راي عامنا منتشره وقضيه راي عام. اما انه اذا يجي يحكم علي يقول لي اشرح يجزه، يشرحها هو الحاكم هو الجلاد، هو الامن حق البلاد ياخذ له عنده اشتكي له عنده، يخليني اطلع ما خليني ازوره بالعنايه، ممنوع. اجى ولدهم داخل السعوديه وما خليه يروح لما هب له عند الحراسه انه يزوره. وش تقول؟ حراسه وعنايه حراسه وخلوه بالعنايه المركزه، قالوا من نقوله المستشفى هذه قتلها تقولوا قالوا ميت. ابيت له عبود قالوا وقع، قلت لهم ما بوقع عليها، قلت لكم هذه اللي شليتوها انتم جبتوها من السجن ما جبتها من البيت، انا لو جبتها من البيت بوقع بال10. انتم جبتوها من السجن تحملوا مسؤوليته. اعطوني اياه صحيح يتكلم وبصلح لكم اللي تبوه. ايش مشكلته؟ ما في فحوصات نصلح لها فحوصات طلع كافيه، هذه الفحوصات موجوده. الجماعه عملوا لها معمول الله يعمل، وايش اللي عملوه؟